يا جماعة، احنا موضوعنا النهاردة شيق بنتساءل عنه كتير. بس تعالوا اقولكوا حاجة الاول، انتوا مش غرب. كان في فترة كده في حياتي زمان، تقريبا كنت في ثانوي. كنت بفتح لايف على الفيسبوك وعمل فقرات بقى، مداخلات وتساؤلات، حاجات شبه كده يعني. اي نعم، ده حصل مرتين بس عادي يعني، اعتبر ان انا كنت مقضية مراهقتي كده. المهم وقتها جه في دماغي ان انا افتح لايف ارغي فيه عن هل القلب اللي بيجرحنا في حاجة اكيد جرحاه، ولا هو اصلا تربية مش احسن حاجة يعني. فده اللي انا جاي اتكلم فيه معاكم النهاردة. هنحاول كده نبص على الشخصيات اللي شبه كده واسبابها وعبثياتها برضو، جايز ربنا يكرمنا باجابها. انا بسومة وده صدى صوت. بجد مش عارفة ابدأ منين. اصل هترسى على ايه يعني؟ هترسى على ايه قصة الاذية الغير مبررة دي؟ يعني انت عشان عندك ترومات وما اتحضنتش وانت صغير هتيجي تطلع عليا؟ طب انا مالي يا عم بجد والله، ما تروح تحجز ثيرابي ولا تكسر اي حاجة في الدنيا غير قلبي طبعا. حاسة انه عادي، ممكن نقول ان نص الكوكب مجروح متبهدل نفسيا، ما عندوش اكتر من الترومات. بس لا، في ناس موجودة بتطلع من الوجع احن، بيتعاملوا بمنتاليتي انا عشت ده وحسيت وجعه فمش هحسس غيري بيه. وفي غيرهم بقى حبايبنا بحوار الحلقة، دول بيطلعوا من الوجع أشر أسوأ، بيستحلوها حجة بصراحة، يمشوا بقى يدشملوا خواطر الخلق. وأفضل أقول بقى أصل والله أنا عندي تروما، أصلا ما تعرفش أنا حصل لي إيه وأنا صغير، يمني. لأ يا اسطى، احنا مش هنسكت وانت مش تصعب علينا بالكلمتين دول. مش هنقعد نبرر للناس جماعة، احنا مش هنقعد نبرر، ماشي؟ انا ما عنديش اي مشكلة في التماس الاعذار مرة 2، بس مش هنعيش كده يعني. الناس اللي عندها متلازمة I can fix him ممكن نهدى يعني، اتلهوا بجد والله، عشان كان القرد نفع نفسه. انت مش مصلح اجتماعي وانت مش ثيرابيست، فانت مش مضطر تصلح حاجات ما بوظتهاش. احنا بنعالجش الناس يا جماعة، احنا اصلا محتاجين نتعالج. المهم اني لما قعدت افكر واشوف ايه ممكن يخلي حد يتصرف كده، توصلت لانه ممكن نلاقي ناس من اللي حصل فيهم بقوا شايفين ان القوة والاذى هما اللي سايقين. الطيبة دي ما بتأكلش عيش، الطيب ده غلبان بيتداس فلازم اكون انا اللي بدوس، فبيتحول فجأة لنسخة سيئة من الشخص اللي اذاه. وفي ناس تانية بقى كيفها بقى، يا لهوي كيفها تحب موت تدوق غيرها من نفس الكاس. بحس ده بيشبع جواهم رغبة انتصار كده، فلا هو بيختار ان انا مش هروح اتعالج، انا مش هحل مشاكلي النفسية. اعمل ايه بس انا هجيب حد اقدره، اقلل منه، اعمل فيه اللي اتعمل فيا لمجرد بس ان احس اني تمام وان انا احسن. وفي بقى ناس دول يعني يا رب يقلوا من الحياة والله، يقلوا كده، يفضلوا يقلوا تدريجيا لحد ما يختفوا من الدنيا خالص. الاتنشن هورز دي دماغهم بتبقى من سيستمة انه انا مش عارفه اكسب حبك، مش عارف الفت انتباهك، مش عارف اكسب قلبك، ماشي هتكسر، هاتوا يلا. فيبدأ يقدرك بجد، يأذيك عشان يحصل على شوية مشاعر كره كده، اهو يبقى اسمه اخد حاجة يعني، اللي يجي منك احسن منك وكده، ما تمام. وبعدين لما قعدت افكر شوية كمان لقيت الناس المؤذية دي بيقلبوا الترابيزة باحتراف، يعني مجانين قلب ترابيزة كده، يبقى البجح مزعق بيتخانق مكسر الدنيا وخاربها، وهو بجد فعليا سبب اذى للي حواليه. وتلاقيه بقى مقضيها تلقيح بقى على المواقع وفي الواقع مش حالل، مش راحم بجد نفسه. اصل بص الناس بقت وحشة،
ده ما حدش بيحس بوجع حد والله. ما يا صاحبي ما حدش بيحس بوجع حد. ما لو حد بيحس بوجع حد ما كنتش انت عملت كده في اللي حواليك بجد. هو في ايه يخلي عندك دم بقى؟ فلا يا جماعه، لا دي حاجه ما تسكتش عليها بجد. واللي بيقلب الترابيزه ده لو جه قدامي على النعمه همسكك ادغدغ الترابيزه دي على دماغك. خلي بالك بقى. انا بقى عندي مشكله كبيره جدا جدا بجد مع الناس اللي عندها هي بتعاني من فقر في التعاطف. بحسهم ناس كده بجد مش ما بيعرفوش يميزوا، يعني بيتصرفوا من غير اي تفكير او ادراك للمشاعر اللي هيحس بيها الناس نتيجه افعالهم. اصل هقولك عادي انا وانا صغير كان بيتفه مني ومن مشاعري وبيترموا في الزباله، وهو يا عم واقف على رجلي، هو لا اجدعها جزار ماسك خاطر الخلق بشف فيها. ايه المشكله؟ فهو هو بجد مش مدرك وجع غيره، مش معترف بيه، يعني مش معترف بيه تماما. فانا الناس دي بجد تقيله على قلبي بشكل شخصي. ما بستوعبش وجودهم في الدنيا. بستغرب قوي الناس اللي ما بتفكرش فعلا ان اي تصرف منهم هيبقى وراه مشاعر سلبيه للي حواليهم. فخير بقى بجد. يعني انا ليه بدفع ثمن غلطه حد تاني؟ ما كل واحد يشيل شيلته يا جماعه. مفيش اي حد له ذنب بجد اطلاقا انه يتحمل نتيجه علاقات قديمه او افعال ناس سببت ترومات بشكل ما. وبره عني حوارات دي كلها بجد. اصل انت ما تجيش تختفي وتتجنن عليا او تتعصب عصبيه غير مبرره، تقعد تزعق وتصعد في الامور وبعدين تقول لي معلش اصل ده كانوا بيطفوا سجاير في ايدي وانا صغير، اصل الشغل والله وانا مضغوط ومفروض والمشاكل وبص الدين والدنيا. ايه على اساس ان انا شغاله في المالديفز يعني قاعده باجر شماسي في جزر الكاريبي؟ لا طبعا انا مش بضغط زي ما عليك يا لهوي. طب ما انا عندي كمان ترومات من الطفوله يا جماعه، وشغالين ومضغوطين وطالعين امي وما بنامش وكل الحاجات الجميله دي. بس ما حدش بجد بيعمل كده في الناس. ما حدش بيبرر للي حواليه، ما حدش بيبرر افعاله كده اصلا. احنا بقينا ماشيين في الدنيا كده نحلل شخصيات الناس وتصرفاتهم ونبررها. بص بقى، تفتكر عمل كده ليه؟ اكيد بابا وهو صغير كان ما بياكلوش فراخ خالص، ولا ممكن مامته كانت بتجبره مثلا يلعب الكترونيك جيمز فما جربش احساس العاب الغلابه بتاعتنا دي فطلع مش سوي. يا خساره طلع مش سوي، هنعمل ايه؟ لا يا جماعه، انا بس لازم اقول انه الوجع النفسي عمره ما كان ضوء الاخضر اللي بيديك سبب ومبرر لافعال الاذى، ولا هو الكارت الكسبان اللي انت هتفضل تطلعه كل نقاش، حتى لو ده كان السبب الحقيقي في وقت ما وفي ظروف ما والاشخاص فعلا هم نفسيا مش احسن حاجه. جماعه في فرق كبير قوي بين الشخص المجروح وانه اتعرض لاذى فماشي يلوش في خلق الله ويحلف 100 يمين انه يدوقهم من الشفشه اللي طفح منه، وبين حد مؤذي فعلا واخدها هوايه بيستمتع بده ومعاه احلى شماعه يعلق عليها تصرفاته الزباله. مفاجاه يا فوزي، مفاجاه. طلع في ناس توكسيك في الدنيا يا جماعه. شفتوا اللي حصل ده؟ اتعمل لهم مصطلح يعني فالقين دماغنا بيه وكتالوج عشان نعرف نتعامل مع اشكالهم. فلا يا شيرين، لا، القلب اللي بيجرحنا مش شرط يبقى في حاجه اكيد جرحاه. هو احتمال بس يبقى اهله اتسحلوا مثلا في الشوبينج والخروجات، نسوا يربوه يعني فجاي بقى يطلعوا علينا احنا. وفي النهايه احب اقول ان لو القلب اللي بيجرحنا في حاجه اكيد جرحاه، روح للثيرابيست يا اسطى عادي. انا مش سبونج هتمتص تحتوي اي عبث هيطلع منك بجد. محدش له اي ذنب في كده، محدش مضطر يستحمل ده، واحنا مش موجودين علشان نتحمل عواقب بجد افعال الاخرين ولا نتحمل اي حاجه. يعني كل واحد بجد يشيل شيلته عشان احنا ماشيين اصلا بستر ربنا كده وبالزق. I think كده خلاص.
اشكركم بجد حبايبي على حسن الاستماع. يا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم وقعدتي حلوة. much love.